بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت وأمي والدنيا كلها يا رسول الله. امرأة خلع نبي الأمة قميصه ليكفنها به، ولما أنزلت بقبرها أخذ يحفر ويوسع التراب بيده، ونام في قبرها، وقيل توسد القبر وخرج وعينه تفيض من الدمع عليها. فمن هي هذه المرأة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبعث وهي كاسية؟ فهي مكفنة بقميص نبينا صلى الله عليه وسلم. من هي التي لما سوى عليها التراب قال بعضهم: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد، فقال: إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، واضطجعت معها في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبر. إنها كانت أحسن خلق الله صنيعا بي بعد أبي طالب. حبيبي أنت يا رسول الله، تحمل المعروف لمن لم يقدمه لك، فكيف بامرأة حوى معروفها طفولتك؟ فمن هذه المرأة؟ هذا ما سنعرفه أحبتي في الله في هذه الحلقة. أحبتي في الله، هذه المرأة هي فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف القرشية الهاشمية، زوجة أبو طالب عم النبي وأم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في كنف جده عبد المطلب حتى 8 من عمره، وتحديدا عندما توفى جده انتقل لبيت عمه أبو طالب، فاحتضن هذا البيت النبي عليه الصلاة والسلام، واحتضنته امرأة عظيمة وهي فاطمة بنت أسد، فاعتبرته أحد أبنائها بل وأكثر. وفي بعض الروايات أنها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبنائها. فعندما توفى عبد المطلب جاء أبو طالب لفاطمة وقال لها: اعلمي أن هذا ابن أخي، وهو أعز عندي من نفسي ومالي، وإياك أن يتعرض عليه أحد فيما يريد. فتبسمت من قوله وقالت له: توصيني في ولدي محمد، وإنه أحب إلي من نفسي وأولادي. ففرح أبو طالب بذلك. وبعدها اعتنت فاطمة بالنبي صلى الله عليه وسلم عناية فائقة، وأولته رعايتها وحبها، وكانت تؤثره على أولادها في المطعم والملبس، لأنها كانت تقدر أنه يتيم، فكانت تعطيه أشياء واهتمام حتى أكثر من أبنائها رضي الله عنهم. فإذا احتاج النبي أمرا فكانت تلبيه مباشرة، فنعم الأم كانت. وكانت أيضا تغسله بالماء وتدهن شعره وترجله وتطيبه، وكان النبي يحبها ولا يناديها إلا بأمي، لأنه لم يلاق اهتمام كهذا
إلا من أمه فاطمة بنت أسد، وكانت تجمع له الطعام إذا كان خارج المنزل، فإذا رجع يكون نصيبه محفوظ. ومن شدة حبها بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى عندما تزوج السيدة خديجة دفعت إليه بفلذة كبدها ابنها علي بن أبي طالب ليكون في ولايته صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فكيف رد لها النبي عليه الصلاة والسلام جزء من أفضالها؟ تشير بعض الكتب الإسلامية أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى بنته فاطمة على اسم هذه المرأة العظيمة التي كان يناديها بأمي، وهي فاطمة بنت أسد، فسمى بنته وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها على اسمها من شدة حبه لها. وفي مرة من المرات أهدي للنبي حلة من استبرق، أي ثوب من الحرير، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلها خمرا بين الفواطم، فشقها 4 أخمرة، خمارا لفاطمة الزهراء، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب، والرابعة قيل إنها فاطمة بنت شيبة ابن عبد شمس زوج عقيل بن أبي طالب. أسلمت فاطمة بنت أسد بعد وفاة زوجها أبي طالب، ثم هاجرت مع أبنائها إلى المدينة، وكانت رضي الله عنها راوية للحديث، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 46 حديثاً، وكانت امرأة صالحة وذات صلاح ودين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها وينام في بيتها بعض الأحيان. وفي السنة 5 من الهجرة توفت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها، فحزن النبي عليها حزنا شديدا. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وألبسها إياه واضطجع معها في قبرها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الناس يوم القيامة عراة، فقالت: وسوءتاه، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أسأل الله أن تبعثين كاسية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنهما دخل عليها رسول الله فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعيني، وتعرين وتكسيني، وتمنعين نفسك طيبا وتطعميني، وتريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة. وقال: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، أغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين. ومن المؤسف أحبتي في الله أن الكثير منا لا يعلم سيرة هذه المرأة العظيمة التي ربت خير البشر عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.